أنا راجلي توفى، خلاني أنا وبنته الصغيرة في عمرها 4 سنين. صراحةً هو الوحيد اللي كان سند في الحياة، ما كانش عندي غيره، رغم إنه أهلي عايشينه. بابا كان تاع شراب ما هموش فينا حنا كامل، وعندي زوج خاوتي، واحد يجري ورا النسا يلعب بيهم كيما يحب، وواحد يكرهني ما نعرف علاه، خاصة كي قال لبابا ما تخليهاش تتزوج. أنا وافقت وقفت في وجهه وتزوجت. توفى راجلي ورجعت لدارنا بطبيعة الحال. أصعب أيام حياتي مروا عليا، خاصة بعد ما سمعوا بالورث اللي خلاه لي راجلي، ليا ولبنتو. دار، أرض، دراهم في الكونت. المهم كنت نوض على الضرب ونرقد على الضرب، هذا كامل باش نتنازل لهم. انا ما حبيتش نتنازل، خاطر كون نتنازل بنتي وين تعيش؟ لو كان بابا انسان مليح كنت نتنازل وعينيا نمدهم له، ماشي غير الدراهم. بصح قدر الله ما شاء فعل. بقيت على هذه الحالة أكثر من 7 أشهر، دمروني. هذا اللي خلاني نستأجر زوج. ايوي، نستأجر زوج أو نستأجر راجل. بالك تبان لكم قصة غريبة، المهم دوك تفهموا. دخلت الفيسبوك، كتبت في لي جروب تاع عروض الزواج قصتي، وانه الانسان اللي عاوني نعاونو نعطيه نص املاكي. حسيت حتى واحد راح يصدق. بصح فجأة انهالت عليا لي زانفيتاسيون، ما عرفتش شكون نقبل وشكون نخلي. دخلت طلبات مراسلة، راني واحد اسمه ضياء، حط التصويره تاعو كان زين لاباس بيه. قرعشت في البروفايل تاعو، من بعد شفت لي ميساج، بدا يبعث لي في لي ميساج. حسبته راح يقول لي راني نحتاج الدراهم وقبلي بيا كيما اللي بعثوا لي كامل. قال لي يا بنت الناس ما ديريش هكا، واحد في ستاتوي هذا، خلي الدراهم عندك، بنتك تحتاجهم، واذا تحبي نكري لك في بلاصه فيها لامان، واحد ما يقدر يقرب لك وواحد ما يقدر يقدم لك، نكري لك ما كاين حتى مشكل. ديريكت رحت حذفت انا المنشور وحطيت وحكيت معاه. بدينا نحكي ونهضروا، كان انسان ناضج بزاف، خلاص عجبني. قال لي نعاونك بلا دراهم بلا مزيه. فرحت انا صراحه، بصح انا ثاني حبيت نقدم له معروف، ما عرفتش كيفاش، خاصه هو يسكن في ولايه بعيده على ولايتي. تعرفنا هذيك الليله، بقيت غير نستنى في ميساجاته. شفتو يطول، قال لي راني في سبيطار مع يما. قلت له وش بيها؟ قال لي يعني حكالي بالمختصر انه تحتاج عمليه وكل شيء. رايت عليها انا، قلت له ندفع لها، ما كاين حتى مشكل. تقلق مني، قال لي تعاوديها نبلوكيك. اسكت، فوتها القصه، سكت وفوتها القصه. هكا ولينا نهضروا بزاف، وصح هو بدا يعاون فيا، يحوس لي على دار. انا عجبتني، عدت تكون يعني ما نحكيش معاه وما نشوفش لي ميساج تاعو نهار، ما على باليش واش يصرالي. حتى الضرب تاع بابا ولا ما ياثرش فيا، باسكو هو قاعد يسقسي على حالتي، مهتم. راكم تعرفوا المراه تحوس غير على اللي يهتم بها. مره هضر معايا كان مقلق، قال لي بلي مو راهي زاد عليها الحال، ونحسو كان يبكي كي يهضر معايا. ما حبيتش نخليه هكا، قلت له انا خويا حب يزوجني بصاحبه بالسيف، واش رايك تحميني من زواج ومنها تتعالج امك؟ هي قصه ما كانش منها يعني تاع الزواج ومنها. شاف الميساج تاعي دار لي في، ما زادش هضر معايا من وقتها. فات سمانه، انا غبيه، هو قال لي ما تعاوديهاش، انا عاودتها بكل بساطه. سمانه هو لا هضره لا يسقسي لا حتى حاجه، عدت نبكي في غيابه، ما عرفتش واش صرالي، والفته بزاف خلاص.